بتقول انا اتجوزت وانا كبيره في السن وانا عندي 34 سنه وخلفت طفلين. جوزي من فتره الخطوبه وهو بارد في المشاعر، ما كانش بيكلمني، ما كانش بيسال عليا. قعدنا فتره الخطوبه كلها كل ما اقول له انا محتاجه اعرفك اكتر ومحتاجه اقرب منك يقول لي يلا نسيب بعض، مش هنكمل. كملت واتجوزت. مش عايزه اقول لكم الحياه اللي انا عايشاها عامله ازاي. انا عايشه جحيم على الارض، كارهه نفسي، حاسه ان جالي اكتئاب. انا عايشه مع راجل بارد مش حاسس بيا، ما بيتكلمش معايا. انا لما بطلب منه حاجه للبيت وبكلمه وببص في وشه ما بيبصش في عيني. عمره ما نادى اسمي، دايما بيقول لي يا هو انا مجنونه ولا هو اللي مش طبيعي؟ اكمل معاه حياتي ازاي؟ بدخل على الفيسبوك بشوف الستات مشيره ستوريز وقصص بينها وبين جوازها، او اللي مخطوبه مشيره صوره مع خطيبها، او حتى اللي حابه حد. بقول انا مش عايشه، انا ميته. اقول لكم على حاجه، انا خايفه من الفتنه، انا خايفه ان انا اقع في علاقه مع اي حد هيقول لي كلمه حلوه. انا حاسه باحتياج لحنان والراجل يحتويني. ده زائد انه في الفتره الاخيره لما بعدت عنه بقى يروح لاهلي ويتكلم معاهم ويجيب في سيرتي ويجيب في سمعتي ويتكلم عني بشكل مش كويس وبيأذيني. انا مش قادره اكمل معاه وخايفه يجيلي مرض بسببه. قولوا لي اتطلق ولا كده هبهدل ولادي ولا اعمل ايه؟ قصة كانت ماشية حلوة قوي لحد الجزء بتاع ان هو بيروح لأهلك وبيتكلم عنك بشكل مش كويس. الجانب الأول من القصة حد لابس قناع الصارم، اللي هو شخص عندي برود ومش بتعامل معاكي ومش بتكلم معاكي من فترة الخطوبة، وانتي شايفة ده. اختارتي ان انتي تكملي بتاعك، مشكلتك. كملتي ليه مع حد من الخطوبة بيقولك مش عاجبك امشي، مش عاجبك نسيب بعض، مش عاجبك نأجل الجواز؟ فكرة ان انا خايفة اغلط، انا خايفة اقع في الفتنة. مفيش اصلا حاجة اسمها فتنة وانتي متجوزة، يعني الاوبشن ده المفروض ما يبقاش مطروح. في حاجة اسمها ان انا اقول باي باي، هتطلق. لو انا حاسة ان الراجل اللي معايا ده لا ماليني عاطفيا ولا ماليني نفسيا ولا ليه لازمه، ما بيبصش في عيني وانا بكلمه يا مؤمنه، اتطلق فورا. انت ما بتبصش في عيني ليه؟ عندك مشكله؟ انت متوحد؟ ممكن يكون عنده توحد، ممكن يكون عنده مشكله. فالاول انصحك توديه عند دكتور نفسي يكشف عليه، يشوف ان هو طبيعي، ان هو تمام، ساعتها خدي قرار بالطلاق. تاني حاجه تفتكري ان انت لو اتجوزتي حد تاني، وانا في الرساله نسيت جزء مهم انت قلتيه، ان انت طول عمرك حاسه بالرفض وحاسه انك مكروهه، بلس ان انت اتجوزتي عندك 34 سنه وده في العرف بتاعنا سن كبير شويه. طيب اتطلقنا من الشخص اللي ما بيبصش في عينينا وبيعاملنا وحش ده، تفتكري لما هترتبطي بشخص تاني هتعتمدي عليه اعتماد كلي انه يحسسك بالامان ويحسسك بالحب ويبص في عينيكي ويقول لك كلام حلو وينزل لك ستوريز؟ طب ما ممكن القصه تكون عندك انت، ما بيبصش في عينك. خشي بصي في عين نفسك في المرايه، ما بيقولكيش كلام حلو، قولي لنفسك انت الكلام الحلو. ممكن تكون المشكله عندك مش عنده. دوري شوفي المشكله عندك ولا عنده، عشان ما ننفصلش عن الشخص ونكرر نفس الموضوع مع حد تاني. حبي نفسك كفايه وانت مش هتحسي باي حد حواليكي انه محتاج يحبك ويديكي نجوم. ادي لنفسك النجوم كل يوم وانت هتحسي ان هو اللي مش فارق، وهو ساعتها اللي هيجري ويدور عليكي، هو اللي هيستنى منك النظره، وهو اللي هيستنى منك الكلمه. اعتقد ان المشكله عندك مش عنده. هستناكم في الكومنتات تقولوا لها رايكم في المشكله دي. حاسه ان جوزها مهملها، بيكلمها ما بيبصش في عينيها، عنده برود في التعامل معاها، مش حاسه انها ست وهي معاه، خايفه تفتن او تخش في علاقه تاخد منها اللي هي محتاجاه. قولوا لها في الكومنتات تعمل ايه. اجلي قرار الطلاق لحد ما تشوفي المشكله عند مين. استنونا في موضوع جديد وحلقه جديده ولحظه جديده من لحظات الندم. ربنا يبعد عن قلوبكم كلها الندم. تصبحوا على خير.